عارف ان كان المفروض الجزء الثاني ينزل بكره على قناه ولاد طه كرة الرئيسيه، لكن للاسف والحمد لله على كل حال القناه اللي تعبت فيها جدا ليا سنه وشويه مهدده بالغلق، وحاليا محظورين من رفع الفيديوهات عليها لحين الفصل في المشكله. الموضوع ممكن لا قدر الله في اي وقت يبقى خلاص كده اتقفلت، فرجاء من اخواتنا وحبايبنا اللي مش زعلانين على حاجه قد الفتره الحلوه اللي عشناها مع بعض، ادعمونا على قناه ولاد طه كرة 2، وان شاء الله وباذن الله القناه الرئيسيه ما تتقفلش ونقدر نرجع فيها وبقوه. قبل بقى ما تندمج معايا في باقي الحدوته، اتاكد يا معلم انك عملت اللايك والشير واشتركت كمان في القناه هنا وفي باقي قنوات ولاد طه، واللي هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. فنجان قهوتك الرايق ويلا بينا عشان نبدا. في الدور قبل النهائي لقينا ابو ابراهيم بيجز على اسنانه، محفز زمايله ومسخنهم، وشكله كده حكي لهم عن اللي حصل معاه في الحلم اللي فات، واللي لو لسه ما اتفرجتش عليه يبقى فايتك كتير جدا. منتخب مصر علم على الكل واخد كاس عالم قطر 2022. لينك الفيديو يا معلم هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. المهم ان مع بدايه الماتش ويا دوب لسه بنقول بسم الله، بنزيما بيعدي وبيشوط والنتيجه بقت 1-0 لزعيم اوروبا. المشكلة انهم طلعوا مش سخنين بس بسبب الحلم اللي فات، لا ده شكلهم كمان اتفرجوا على حلقة الاهلي وريال مدريد بتاعت 2001 واللي حطينا عليهم فيها وغلبناهم 1-0، واللينك بتاعها برضه هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. زعيم افريقيا بعد هدف التقدم من بنزيما ما سكتش، الشحات بيعدي وبيعمل اسيست عالمي لسافيو اللي بيرد على البنز بعد 5 دقايق بس، وبيرجع التعادل للماتش من تاني. زعيم افريقيا فكر وقتها ان كل طير اللي يتاكل لحمه. بعد هدف التعادل طلعوا يحاولوا يخطفوا بالتاني، لكن برضه ده ريال مدريد يعني يا جدعان. جونيور ورودريجو قبل نهاية الشوط الأول بيعزفوا ويرقصوا أحلى سامبا، وبيردوا على هدف سافيو ب2 ورا بعض، وبيخلصوا الشوط الأول بتقدم زعيم أوروبا 3-1. كولر بين الشوطين بيفهم الحكاية، الماتش ده عبارة عن تحدي مين فينا هيسجل أكتر، يتحرق الدفاع على اللي عاوزه. النهاردة هجوم ثم هجوم ثم هجوم، والأول مرة بقى في تاريخ كرة القدم أنشيلوتي وكولر بيخرجوا كورتوا والشناوي وبينزلوا مكانهم 2 مهاجمين، ومش بس بيسيبوا الجون فاضي، لا ده كل مدرب مقدم خط دفاعه، والدنيا مردغانة في نص الملعب يا معلم. تغييرات كولر بتعمل المطلوب منها وبسرعة. عبد القادر وكهربا بيرجعوا الماتش لنقطة التعادل من تاني، وبيقولوا لزعيم أوروبا احنا جايين وناويين على البطولة يا عم انت. الوقت فضل يعدي والناس بتموت بعض في نص الملعب، زحمة وضرب وعراكي مش طبيعية كأنهم واقفين في طابور عيش. بنزيما الرايق الهادي اللي اصلا ليه طار عندنا قديم بيستغل توهان رجاله المارد الاحمر وانشغالهم بمشجعه مدريديه قاعده في المدرجات، وهوب بيجيب جونين في اقل من 5 دقايق. والكارثه بقى يا معلم ان المشجعه المدريديه بتقلع القناع، والمفاجاه انها طلعت واحده مصريه عاوزه الاهلي يخسر، وده بس لانها بتشجع نادي الزمالك. لعيبة الأهلي بتشوف علم الزمالك من هنا والهيجان بيزيد على آخره، مهارة وسرعة وخفية وجوان ودلع، وكل ده وبنزيما مخنوق من البنت اللي في المدرجات، وده لأنه كان متفق معاها ما تكشفش نفسها غير بعد الماتش ما يخلص، لكن عشان هي مصرية وسترونج قوي لما فكرت بدماغها إنها عملت الصح خلاص شغلت كده النساء اللي عادة بيقلب على دماغهم في الآخر. السولية والشحات اللي ضيع زمان في نهائي افريقيا كان مركز قوي النهارده وقدر يجيب التعادل بعد تقليص الفارق من ابو ليلى، اللي بالمناسبه في الحلم بتاعنا ليلى خفت وكبرت وكمان بتشجع ابوها من المدرجات. الوقت عدى ودخلنا خلاص في البلاس 90، وبالتحديد في الدقيقة 95 و45 ثانية مجدي قفشه بياخد الكورة اللي طلعها ميليتاو براسه على حدود ال18 وهوب القضية ممكن رقم 2 يا جدعان، لكن المرة دي قفشه بيقدر يجمع ما بين البلاس 90 والقضية ممكن. الواد قفشه ده طول عمره بتاع حركات وتابلوهات من اللي بتوجع قوي. عارف بقى الغريب في الموضوع ايه؟ ان في الحلم قدر ميليتاو كان عامل ستايل لاعب مصري مشهور، ولما اتسأل بعد الماتش قال انا بحب محمود علاء وبتفرج عليه كتير قوي وبتعلم منه كمان، مش بس الستايل اللي بقلده فيه، لا بقلده في كل حاجة فعلا يا جماعة. قام رد عليه المذيع وقال له ما تحلفش والله هو باين عليك في تطليعتك للجون الاخير.
بعد ما خلصنا على ريال مدريد وصعدنا للنهائي، رحنا نتفرج بقى على مين من الهلال وفلامينجو هيوصل معانا للنهائي. الهلال بعد ما بيعدي عقبة وداد الأمة بصعوبة كبيرة بيكسب فلامينجو 2-1 وبيوصل للنهائي عشان يبقى نهائي بذكريات الطار لزعيم آسيا. دخل زعيم آسيا بذكريات الموسم اللي فات، داخلين وناويين ان اللي حصل المرة اللي فاتت كان حظ ولا يمكن يتكرر من تاني. قام رد عليهم رجالة زعيم افريقيا ان الموسم اللي فات كان بالاحتياطي، انما الموسم ده الحفلة هتبقى احلى واعلى. مع بداية الماتش دخل لعيبة زعيم آسيا متعصبين ومتوترين، وده اللي قدر رجالة المارد الأحمر يستغلوه جامد جدا. في شوط أول عصبي عنيف من لعيبة الهلال بيقابلوا هدوء ورزانة وثقة من لعيبة النادي الأهلي. قدر عبد القادر الحنكوش يخطف الأول، ومن بعده أبو ليلى بيجيب التاني، قفشة وبرونو والشحات بيجيبوا التالت والرابع والخامس، وكل ده وفريق الهلال بيسنتر بس. الحكم بيصفر نهاية الشوط الأول والناس كلها مستغربة من اللي بيحصل. الفكرة مش بس في إن لعيبة الأهلي واكلين لعيبة الهلال بالطول وبالعرض، لا ده لعيبة الهلال ما تعرفش ليه أصلا بتهاجم على جونها هي كمان. بين الشوطين بنكتشف الخدعة، لعيبة الأهلي كانوا مفهمين لعيبة الهلال إن الماتش لسه أصلا ما بدأش، وإن إحنا هنلعب جون مشترك شوية كده نحتفل ونهزر ونتمتع، وبعدها يا عم هنسيبكم تغلبونا وتاخدوا كأس العالم. مدرب الهلال بيمسح بكرامة لعيبته الأرض بين الشوطين وبيقول لهم هندخل الشوط الثاني نرجع في النتيجة ونكسب كمان. قام رد عليه لعيبته وقالوا له ما انت كنت شايفهم بيضحكوا علينا، ما اتكلمتش ليه من بدري؟ قال لهم بصراحة كان شكلكم بيضحك قوي، والمصريين دول عليهم حركات وقفشات جامدة جدا بصراحة. مع بداية الشوط الثاني بقى لعيبة الهلال بتدخل تموت نفسها، وفي أول 5 دقايق بتقدر تسجل هدف حفظ ماء الوجه. لاعب فريق الهلال بياخد الكرة من الشبكة وبيجري بيها على نص الملعب، والمفاجأة بقى لما بيلاقي جمهوره بيزعله وبيقول له ليه بتعمل كده ليه؟ وعلى ما بيسأل ليه زعلانين يا جدعان ده احنا اللي سجلنا جون، بيفهم لوحده لما شريف المخيف بيجيب السادس وبيخلي النتيجة 6-1. نفس الحركة دي عملها الكابتن حسام حسن في ماتش 6-1، واللي بعدها لعيبة الأهلي عملت معاهم السليمة. الحكم بعد الحفلة العظيمة دي ما بتخلص بيصفر خلاص، وبيعلن تتويج زعيم أفريقيا وعم أندية القارة والقارات المجاورة كمان ببطولة كأس العالم للأندية لسنة 2022. حلقتنا وحلمنا خلص خلاص، لكن كالعادة العظمة لسه مستمرة على قناتكم ولطها كورة الرئيسية، وكمان هتلاقي العظمة كلها على قناتكم ولطها كورة 2 اللي مخصصة لأحلام شعب الأهلي العظيم. ما تنساش بقى تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل الجرس يوصلك جديدنا أول بأول، فولو للبيج بتاعتنا على فيسبوك، وبص على قناتنا الرئيسية، وبص كمان على قناتنا ولطها أجنبي، واللي هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. وسلام عليكم.